هيكون قدامنا بالنسبة للفئة السعرية دي شوية تضحيات. شوية تضحيات. احنا كده عملنا ايه عن فيديو ال 20000 بجد والله احنا كده ما عملناش اي حاجة. يا جدعان حرام عليكم يا جدعان. حرفيا انا هموت عليها اصلا. صباح الفل. قول حاجة قول حاجة. اهلا بيكم في قناتكم ايه هاردوير. معاكم ادم حسن، والنهارده معانا فلوج جديد. مش معانا بقى مراجعه كده، مش كل مره مراجعه، لا نغير شويه. واخيرا عملت لكم الفيديو اللي انتوا حرفيا منتظرينه بقالكم اكتر من شهرين، وحرفيا عاملين تسالني فين فلوج من البستان، فلوج من البستان فين؟ خلاص جه او وصل اخيرا يعني. وحرفيا اكتر من 100 واحد كان على طول عمال يبعت لي عايز تجميع ب 30000 30000. طب خلاص عملت لكم كل حاجه، ولكن في مشكله صغيره قد كده. لا مش قد كده، كده ايوه كده. دلوقتي انا لو عملت لك تجميعه ب 30000 جنيه هتبقى برايزن 5 3600 مع بي 450. لا ده كمان ممكن تبقى ايه 520 مش بي 450 مع ار تي اكس 3050. احنا كده عملنا ايه عن فيديو ال 20000 بجد والله احنا كده ما عملناش اي حاجه. فسيبك اصلا ان احنا عملنا التجميع دي قبل كده، سيبك من الحوار ده خالص. بس دلوقتي انت مش هتدفع 30000 جنيه في 3600 و3050. مش معقوله ما تجيش. لو انت متخيل تدفع 30000 جنيه في ايه؟ ده التجميع دي كنا بنعملها جديده ب 20000 ومستعمله بتوصل لها ب 18. اللي هو انت بتقول ايه بجد؟ فسامحوني بقى الناس اللي دخلت على عنوان الفيديو تجميع اقتصاديه ومش عارف ايه، او متوقع ان هو هيخش يلاقي تجميع ب 5000 جنيه مثلا. لا مفيش دلوقتي، خلاص انسى الرامه. بقول لك ب 3000 جنيه و 4000 جنيه، اعمل لك تجميع ب 5000 جنيه ازاي؟ فانا دلوقتي اضطريت ان انا اعلي البادجت شويه من 30000 زي ما انتوا كنتوا عايزين لحد 40000. فرق كبير شويه، بس اللي هو احنا حرفيا في ازمه كبيره جدا. ويعني اللي هو انت لو هتجيب بتجميع ب 30 لا استنى شويه، حوش شويه وهات ب 40. انا بقول لك اهو ان انت بجد مش واخد اي حاجه ب 30000. شايفك انت وانت عمال تصوت وعايز تجميع ب 10000 جنيه، اظبط لك الليله دي ما تقلقش. عايزك ما تنساش الستوري بتاعي في الوصف، وكمان هتلاقي القناه تيك توك، وكمان الفيسبوك اللي احنا توثقنا على الفيسبوك. بجد انا فرحان بالحوار ده جدا. وحاجه تانية بس قبل ما اوديك على الفيديو، احنا هنرغي كتير قوي معلش في المقدمه، بس كام حاجه مهمه انت لازم تكون عارفها عشان ايه يبقى عندك الاساسيات. بس دلوقتي الفلوج ده هيكون مختلف شويه عن الفلوج الجزء الاولاني اللي عملناه في القناه هنا. يعني مش هيكون الثلاث محلات في فيديو واحد. ده انا حقك عليا فيه، انا عارف انت يعني متضايق من الحته دي، بس ده غصب عني. الواد هو اللي اقترح عليا ان انا اقسم الفيديو على كذا فيديو، ولكن مش هعزلك في فيديوهات وانزل لك كل اسبوع فيديو. لا ما تخافش، في خلال 6 ايام هتلاقي الفيديوهات كلها نزلت. ما تقلقش، ما تخافش من الحوار ده. وهتمتع كمان بالفيديو، مش هتمل ولا هيبقى صغير ولا اي حاجه، ما تقلقش. فمعلش انت عارف بس ان انا بيزنس مان، بس مش عايزين نتكلم في الحته دي. معلش معلش. هسيبك بقى خلاص مع الفلوج، كفايه راكب. بس في اخر حاجه هقولها واسيبك دلوقتي. الاسعار كل يوم بتزيد عن اللي قبله. يعني انا حرفيا انت ممكن ان انت تروح تجيب التجميع اللي احنا قلناها في الفيديوهات بكره تلاقيها غليت 1000 جنيه 2000 جنيه. اللي هو ده حقيقه عشان تبقى عارف. انت مش متخيل بسبب الدولار والحرب والكلام ده كله، بس مش موضوع دلوقتي. روح على الفيديو يا عم، خلاص كفايه كده. طب يا رجاله دلوقتي احنا هنسجم في الدور العاشر، وحرفيا انتوا فتحتوني على تجميع ب 30000. بس دلوقتي فكره ان انت تعمل تجميع ب 30000 دي صعبه جدا. فانا مش هحط لك 3600 او 5500 مع 50 60 او لا ده كمان 30 50 مش 50 60. ده انت لو راجل عملها ب 50 60 مش تقدر. فاحنا علينا البادجت شويه لحد 40000. فمعانا باشمهندس سيف. أهلين. اهلا إيه وسهلا. الأخبار؟ يلا بينا، عايزين تجميعه ب 40. تجميع ب 40000 في الفئة السعرية ديت. الصدمه طبعا. في شوية مميزات أو تراك أنا حطيته في التجميعة ديت نمشي عليه، هيدينا أكبر قيمة مقابل سعر وأكبر مكاسب. وفي شوية تضحيات هنقول عليها. الحاجة القيمة مقابل سعر في التجميع ديت، هو نبدأ بالبوردة الأول اللي أنا اخترتها، هي الام اس اي بي 850 الام جي. فدي بوردة بي 850 ام 5 طبعا عاليه موت. ام 5 بعشقها طبعا. أصلاً. اتجهنا للام 5 طبعا، هو القيمة مقابل سعر في المعالجات عموما حاليا. فالبوردة دي بتيجي 2 ام دي احضن تستاهل. مكانين ام دي 2. فيها في ار ام محترمه جدا جدا، فيها تايب سي امامي، وفيها خط اللان بتاعها 5 جيجا، حاجه جامده جدا. وده بس كل مش البورد هستفاد في حتى مصر. في اكس 870 بتبقى خط اللان فيها بيكون 2.5 جيجا. فدي في ان فكره ان يبقى فيها 5 جيجا دي ميزه كبيره مش جدا. موجودة. لو حد استغلها، لو حد عرف يستغلها، فدي هتكون قيمه مقابل سعر جباره يعني جدا حاجة... بالنسبه له كبورده. لو متخيل احنا بنقارنها باكس 870 اللي هي حاجه فوق قوي اصلا. لا مش هنقارن بس يعني هي البوردة دي والبوردة حته دي. معينه. بس في نقطة معينة اللي هو ال 5 جيجا لان، فهو لا هي 5 جيجا لان في بورد كتيرة اكس 870 اكس 870 وبي 850 اعلى منها بكتير في باقي المواصفات، بس بتبقى 2.5 جيجا. 2.5 جيجا بس مش هتستفيد في مصر برضه عشان نبقى واقعيين. احنا عندنا قلت لو حد عارف ينشن عليها ويستغلها صح هيعرف يستفيد بيها كويس قوي. بتقول سيرفرات صح؟ السيرفرات هتفيدهم قوي ال 5 جيجا لان.
البورده بصراحه جميله جدا، بس هل عليها تعليق بسيط جدا. البورده زي الفل، وحرفيا انا بعشق اصلا البورده دي، ويعني بص اللي هو فيها كل حاجه تتخيلها، حلوه جدا وجميله جدا، فيها كل حاجه، ولكن مشكلتها ان هي فيها 2 سلوت رام بس مش 4. في ناس ممكن ما يفرقهاش الفكره دي، بس انا بصراحه يعني انا الحمد لله طورت البورده بتاعتي من ب 450 الاس تو اتش للفي دي اتش ماكس، فحرفيا حسيت بفرق ضخم بين البوردتين. بسبب ايه؟ بسبب الاربعه سلوت رام، اللي هو انت قاعد حرفيا مرتاح، انت ممكن اي وقت تجيب رام، بس بغض النظر اصلا ان انت عمرك ما هتجيب رام دلوقتي. شفت اسعار الرامات عملت ازاي، اللي هو ما فيش راجل دلوقتي يجيب رام، صباح الفل يعني. كمل كمل. ده بالنسبه للبورده. بالنسبه للمعالج، انا اخترت المعالج القيمه مقابل سعر، اللي هو هيكون ارخص معالج يشغل بي سي اي 5، وفي نفس الوقت يكون اداؤه جبار جدا في الالعاب. واضح جدا انا بتكلم على ايه، المعالج الرايزن 5 7500 اف طبعا، دي حاجه جميله جدا. طيب ال 7500 اف هيكون هو المعالج اللي معانا في التجميع بتاعتنا، بما اننا تارجت العاب، وفي نفس الوقت احنا عايزين نحطه على تراك معين، اللي هو التطوير، ان هو يبقى بي سي اي 5 عشان نقدر نحط عليه كروت فئة ال 50. دلوقتي ال 7500 اف بيجي ب 6 كور و12 ثريد و32 ميجا كاش، وسرعته على البوست سبيد 5.0 جيجا هرتز، ولو بنتكلم بقى على البيز لا، هو 3.7 جيجا هرتز، يعني حاجه حلوه برده مش وحشه يعني. ففي بقى ندخل للنقطة بتاعت التضحيات، الرامات والهاردات. بما ان الفئة السعرية كان الهارد الاخر حاجه، او انا يعني هضطر ان انا احطهم دلوقتي عشان الناس تستوعب ايه التضحيات اللي انا حطيتها، ايه المميزات اللي انا حطيتها. فالرامة هتكون معانا البي ان واي، دي هتكون رامة 3 ضمان سنة من سيجما. عارف قناة ايه؟ 16 جيجا رام. ايه؟ تبقى لونها اخضر. لا لا لونها اسود على الاقل، لاقي شوية. بي ان واي 16 جيجا، تردد 4800، 3 ضمان سنة معانا في سيجما. دي تري. دي تري، ما هي تري زي ضمان المعالج سنة؟ بالظبط، ضمان سنة معانا. ضمان سنة. والهارد اللي اخترناه طبعا مش هنقدر نحط في الفئة السعرية ديت ولا 256 ولا ولا 512. فاللي احنا قدرنا ان احنا نحط في التجميعة ديت هو اس اس دي 128، فاللي هو الهيكسمي الويف. فده هيكون سرعتها كويسة يعني 6 جيجا. اس اس دي ساتا كويس، بس 128 جيجا. وما تقارنوش برضه بحاجه ام في ام اي. مش يعني في هنعلى في البادجت كده هنضطر نعلى في البادجت، سواء في الرامات لو احنا عايزين حاجه بهيت سينك او بتردد اعلى، لو احنا عايزين نحط هارد اعلى، في كل دي يعني هتزود مبلغ. بس رغم كل التضحيات دي في مفاجاه كبيره جدا في الاخر. اكيد كده كده انا كنت عارف الكارت بتاعنا اللي هو اكبر ميزه، وده اللي انا متارجت عليه في التراك بتاعنا في التجميع بتاعتنا، اللي هو ايه ال 5050. اخترنا نسخه ال NO 3 دي ديت، بتيجي بضمان سنتين من فينوس، وفي نفس الوقت بتكون يعني نسخه كويسه جدا في التبريد، مفيش منها مشاكل مثلا او هكذا، او مشاكل درجات حراره او هكذا. متبرشمه جديده، ضمان سنتين من فينوس، و50 في الفئه السعريه ديت. 8 جيجا في دي ال اس اس 5، وفي مالتي فريم جنريشن. كارت جبار جدا جدا في الالعاب، في بادجت 40 السلام عليكم 1000 جنيه. فانت كده يعني كويس جدا 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 يعني. الكارت بيجي ب 2560 كودا كورز مع 8 جيجا في رام، بس جي دي دي ار 6 مش جي دي دي ار 7. خلي بالك عشان انا نفسي اتلخبطت في الجزئيه دي. الجي دي دي ار 7 بقى بيبدا من اول 50 60. انا بقول لك انا بجد اتلخبطت. والميموري واز بتاعه بيجي ب 128 بت، ضيق شويه بس شغال يمشي الحال يعني. والكارت ده حرفيا لازم نعمل له مراجعه تفصيليه على القناه هنا، وهنعملها قريب، لان هو الكارت ده فعلا حلو ومش حلو، بس هو المجمل بتاعه حلو، بس في كام جزئيه كده لازم تكون فاهمها، مش موضوعنا دلوقتي. بس فاك انت من فكره ان انا اجيب لك الكارت ده، لا الكارت ده صعب شويه يعني. انا ممكن اجيب لك بقى الار تي اكس ال 2060 والكلام ده كله، والار اكس والكلام ده اجيبه عادي، لكن الار تي اكس فئه ال 50 دلوقتي هتبقى صعبه دلوقتي جدا يعني، فمش هيكون معانا للامانه. بقول لك الحقيقه يعني القناه ما بتصرفش من بنك عشان نبقى عارفين يعني بجد يعني. فده التجميع اللي انا حاططها في التراك بتاع ان احنا عايزين حاجه للتطوير، في نفس الوقت قيمه مقابل سعر احسن حاجه. فدي هتتحط ان انت مثلا لو انت عايز فيما بعد جمعت 40,000 على ال 40,000، هتطور المعالج وهتطور الكارت، فانت هتقدر على نفس البوردة، على نفس الكيس، على نفس الباور، على نفس كل حاجة، هتقدر ان انت تطور بعد كده عادي جدا لمثلا 50 60 تي اي 16 جيجا رايزن 5 9600 اكس. طيب دلوقتي الكارت ده لو جينا قارناه بكارت زي 3060 ل 12 جيجا مستعمل، عشان الكارت ده حرفيا هو الفكره ان الاثنين هيكونوا في فئه سعريه واحده يعني. مثلا ال 3060 الجديد داخل في ال 20,000، مستعمل هيكون في سكه ال 15 او هكذا.
في نفس الفئه السعريه بتاعته 50 جديد. جديد. فانهي عقل يعني 30-60 مستعمل ولا 50 جديد؟ لا، هروح 50 جديد. بس حتى لو الاثنين يعني لما الاثنين كانوا في فئه سعريه واحده، كان احيانا في ناس بتختار ال 50 وفي ناس بتختار ال 30-60. دلوقتي انت بتقولي 30-60 مستعمل، 50 جديد، فلا طبعا 50 يكسب في النظريه دي يعني. طيب كارت ده، طيب احنا قلنا ان هو كان مقابل سعر جدا وكل حاجه، بس اللي هو يعني لو قلنا ان احنا نقرب حاجه زي ال 50-60 طبعا حاجه اعلى بكتير واعلى في السعر دلوقتي، يعني كان الاول ب 16 دلوقتي معدي، وتقدر تركب كل دوت، يبقى ولكن تطوير هي اعلى في مرتاح. الفئه السعريه جدا. هيبقى حتى مرتاح على المعالج، مش حاجه تتغيره غير بعدين، صح؟ المعالج كويس جدا جدا والبورده جدا. كده انت مهما غيرت المعالج والبورده تقدر ان انت تطور عليها المعالج. هو في ايه؟ انتوا جايبين هنا عشان تهزقوني ولا ايه؟ حتى لو انت حبيت تطور بعد سنتين ولا حاجه هيبقى كويس جدا جدا. طيب الكيس والباور اللي احنا نخش على اخترناها الكيس والباور. هي اكتر كيس. يا جدعان حرام عليكم يا جدعان. بالنسبه للكيس والباور فاحنا هناخد الاوسيبوس سي 50، هي اكتر كيس وباور قيمه مقابل سعر في الفئه السعريه حاليا، نازله من 3300 او من 3200 ل 2.5. حاجه جامده جدا، فهي ده جامده بالباور جدا. طبعا. باور 650 وايت، اي تي بلس وايت، جايه بكيس خامتها كويسه، مراوح اي ار جي بي. وفي نقطه ان كان المراوح ما بتشتغلش اي ار جي بي غير مع شرطين: يا بورده فيها ادريسبل ار جي بي وفيها سوكت اي ار جي بي، يا اما تشتري هب، وعلى فكرة وده هتزود مبلغ. والبورده اللي معانا اللي احنا مختارينها فيها السوكت، فانت مش هتحتاج تشتري لها هب، فانت بنفس ال 2500 هتقدر ان انت تشغل المراوح بتاعتها اي ار جي بيز عادي جدا زي ما انت عايز. كده بقى ناقص اخر حاجه وهو التبريد، وده اللي حرفيا كنا بنقول عليه مفاجاه من شويه. سعر التجميعه ديت بدون اي خصومات بدون اي حاجه 42500. وناقصنا كولر لان المعالج تري وممكن ناخد اير كولر. مظبوط. بس احنا هناخد حاجه ليكويد كولر. مظبوط. احنا عايزين فكره التطوير وفكره ان انا اقدر على نفس التجميعه هي ان انا اطور لحاجه اعلى بالليكويد كولر. الايرو كول الاوسس ال 240 هديه ب 42500. 42500 برضه هديه. ب 42500 برضه. ده هديه مع التجميع يا جدعان. هديه مع التجميع. ما تدينا هديه بقى يا عم ما يغلاش يا عم، ادينا هديه يا عم. فده هيكون هديه مع التجميعه، هيكون ب 42500. فهي دي بقى المفاجاه الجامده جدا واللي حرفيا انا هموت عليها اصلا. صباح الفل. بقول لكم انزلوا في الديسكربشن تحت هتلاقوا صفحه سيف، قولوا له خلي سيجما تبعت لها تعمل كولر بجد، لان انا حرفيا اتخنقت من الكولر اللي عندي، مش المعالج اللي اتخنق منه، انا نفسي اتخنقت منه. فكده احنا عملنا تجميعه في ال 40000 فيها باور يستحمل 50-60 تي اي 16، بوردة تقدر تحط عليها 9600 اكس. فحرفيا لو انت معاك 30000 فوق ال 40 او بعدين بقى معاك 30000 او 40000، تقدر تطور الكارت، تقدر تطور المعالج اللي هم قلب التجميعه على نفس الكولر، على نفس البوردة، على نفس الرامة، من غير ما تغير اي حاجه، على نفس الباور، على نفس الكيس كمساحه كتهويه، مش هتغير اي حاجه. ففعليا هي قابله للتطوير وقيمه مقابل سعر، وعلى احدث حاجه ان هي بي سي اي 5 احدث حاجه، ان هي على معماريه الاي ام 5 احدث حاجه اللي طبعا لسه بص انت التصوير ده جامد جدا اصلا، لسه هينزل لها اصلا معالجات كمان وكمان. دي انا بالنسبه لي دي احسن تجميعه هتكون قيمه مقابل سعر، وفيها هتلاقوها على الويب سايت، هتبقى اللينك بتاعها محطوط في الفيديو. ايفون عامله 42500. 42500 بس كده تجميعه كويسه جدا. استاذ سيف حبيبي من سيجما، وعملنا حته تجميع. الصراحه انا التجميع دي عجباني جدا، انا عايز اخدها ليا اصلا. تعال انت هتقفل الفيديو ليه؟ تعال بس استنى، انت رايح فين يا عم؟ التجميعه دي حرفيا من التجميعات اللي فوق الممتازه في، بص هو مش العاب بس، هي موجهه للالعاب اكتر، في حاجات تانية ممكن تبقى افضل في الجرافيك والمونتاج، ودي اللي اتكلمنا عليها في الفيديو اللي جاي بقى، فاهم يعني اللي هو ماضي وحاضر مش مهم. التجميعه دي هتبقى ممتازه معاك في الالعاب وهتبقى كويسه برده معاك في الجرافيك والمونتاج، بس مش زي التجميعه اللي جايه في الجرافيك والمونتاج عشان نبقى عارفين. وعايزكم تتوقعوا كده التجميعه اللي جايه كانت من عند مين، انا لازم تتوقع بجد من الاخر، مفاجأة يعني، حاجة حد أول مرة نصور معاه، ولسه في تجميعة تالتة، ما تقلقش لسه إن شاء الله. بس كده يا رجالة، ما تنسوش إنك تعمل سبسكرايب ولايك عشان أنا حرفيا ده بيشجعني جدا إن أنا أنزل فيديوهات، أنت تعرفش بيشجعني إزاي حرفيا. وعايزكم تقولي في الكومنتات إيه رأيكم في الفيديو، وإيه رأيكم في موضوع إن أنا أقسمه على أجزاء كده. أنا مش حابب الموضوع ده لأن أنا ما بحبش إن أنا أقسم كل حاجة على أجزاء، بس لولا الاقتراحة والصراحة أنا فعلا مش عارف إن أنا منتج الفيديو ده كله مرة واحدة، لأن أنا فعلا الفترة دي عندي كذا حاجة بعملها ودراسة وبتاع، فالدنيا مبهدلة خالص. فقولي إيه رأيكم في الفكرة دي، واستنوا
نستنى الجزء التاني. سلام.